السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، ومرحبا بكم مجددا في وصفه جديده وفيديو جديد على قناه فاطمه خاص سراج. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله كما كتلاحظوا معايا، كما سمعتوا معايا، القرمشه. اكيد القرمشه ومعسلات اللي كيجيو هائلين بزاف وساهلين واقتصاديين في متناول الجميع. غادي نقدم معكم المهم هاد المعسلات من ضمن تحضيرات رمضان. نتمنى ان شاء الله تعجب لكم وتبقوا معايا حتى لاخر الفيديو باش تبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو لهاد الوصفة. عندي هنايا 600 غرام ديال الدقيق الابيض من بعد ما غربلته. عندي هنايا 75 غرام ديال الزبده المذابه او نص كاس ديال العنبه، يعني غادي نهز معكم العبار ديال كاس العنبه، نفس العبار ديال ماء الزهر، يعني نصف كاس، نفس كاس ديال الحليب على حراره المطبخ، يعني ما دافي ما بارد، يعني ديال الثلاجه، يعني عادي. وعندي هنايا الماء حتى هو على حرارة المطبخ باش غادي نجمعو العجينة. وعندي هنايا معلقة ديال الخل، اللي اكيد اللي غادي تعطي لها قرمشة اكثر للمعسلات ديالنا. عندي قبصة ديال الملحة و8 غرام ديال الخميرات الحلويات. وعندي هنايا معلقة كبيرة مخلطة ما بين القرفة والنافع وحبة الحلاوة. من بعد ما طحنتهم مزيان وغربلتهم، تقدروا ديروا اي منسمات بغيتو. وعندي هنايا مايزينا او النشا. ودابا غادي ندوزو لطريقة التحضير. غادي نخلطوا النواشف ديالنا كاملين، الدقيق، قبصه ديال الملحه والمنسمات. وغنضيفوا حتى الخميره الفوريه اللي اكيد اللي خصنا ضروري نغربلوها باش ما تخليناش دوك الكويرات في العجينه ديالنا. صافي كنخلطوا النواشف مع بعضياتهم مزيان، وكندوزو نزيدو عليه الزبده المذابه اللي نحاولوا نحيدوا لها داك الماء ديالها اللي كتطلق كما كتلاحظوا معايا. صافي كنبقاو نبسبسوا في الدقيق ديالنا او في المكونات ديالنا حتى كتندمج مع ديك الزبده. وكندوزو كنضيفوا باقي المكونات بالتدريج. اللي غادي نضيفوا دابا ماء عفوا الحليب. كما قلت لكم الحليب على حرارة المطبخ، ما يكون لا بارد لا دافي، يعني عادي. وغنضيفوا دابا ماء الزهر والخل. الخل كتعطي لها واحد القرمشه زوينه بزاف للمعسلات ديالنا. بالنسبه للماء كنبقاو نضيفو بالتدريج حتى كنحصلوا على القوام ديال العجينه يكون قاصح، يعني غير كنشوفوا ان العجينه صافي تجمعت معنا، صافي كنحبسوا ما نزيدوش الماء. كما كتلاحظوا معايا، هذا هو القوام ديال العجينه. آه كما لاحظتوا يعني ما هزليش كاس كامل ديال الماء. صافي كنجمعوا العجينه ديالنا هكذا، كنبقاو نعجنوا فيها شويه باش تندمج لينا المكونات كاملين. فاكيد ما كاين ما احسن نحطوها على طاوله العمل باش تسهل علينا حنا ندلكوها. صافي كنجمعوا العجينه ديالنا كنديروها في واحد البلاستيك غذائي وكنخليوها ترتاح لمده نص ساعه حتى كنحصلوا على هاد الرطوبيه ديال العجينه كما كتلاحظوا معايا. صافي كنعاودوا نخرجوا منها بحال الريح وكنبسطوها هكذا باش نقطعوها اطراف.
اللي غادي نقطعوها على بحال طرفات جوج بجوج. هنايا قطعت خرجت لي بحال 10 ديال الطروفه. يعني ضروري خصنا العجينه تكون عندنا جوج بجوج، يعني يا اما 6 يا اما 8 يا اما 10 يا اما 12. وحنايا غاديين بهذه الطريقه هذه. من بعد ما قطعنا العجينه ديالنا او قسمناها، درناها خليناها ترتاح واحد ربع ساعه. ودابا غادي ندوزو العمليه ديال الطوراق ديال العجينه ديالنا بمساعده ديال النشا او مايزينا. كنبقاو نورقو او كنبقاو يعني نسرحو في العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا. هنايا العجينه الاولى ديالنا من بعد ما دلكناها او من بعد ما سرحناها كنحصلوا بداك السمك هذاك، يعني ماشي يعني كتكون شفاف، يعني كتكون رقيقه وصافي. كنعاودوا الكره الثانيه او العجينه الثانيه كنبقاو نسرحوها بنفس الطريقه ديال الاولى، دائما بمساعده ديال مايزينا. اكيد العجينه ديالنا نحاولوا نسرحوها بنفس الحجم ديال العجينه الاولى او القرص الاولى. المهم كندردروا عليه شويه ديال المايزينا وكنهوزوا العجينه او يعني ال- العجينه الاولى كنديروها على الثانيه بحال هذا الشكل هذا. كنبقاو عاود نسرحوا فيها، يعني كنبقاو نرقوا فيها. صافي من بعد ما حصلنا على السمك اللي بغينا رقيقه، يعني صافي كندردروا النشا كنطويوها بحال كنطويو الرغايف او البسمن، وكنحتفظوا به في الصينيه ديالنا. ودائما كنغطيوها وكتنخليوها كترتاح. كنكرروا نفس العمليه مع باقي العجينه اللي عندنا. المهم خاصنا نحصلوا على 5 ديال الدوائر، يعني مدوبلين او 5 ديال آه، يعني العجينه ديال مرقه ديال الرغايف. يعني كنكرر معكم العمليه باش يكون كل شيء واضح. كنديروا هاد العمليه الغرض ديالنا باش تخرج لينا المعسله ديالنا مرقين بزاف من الداخل، كيجيو شاربين العسل. المهم كما كتلاحظوا معايا كنبقاو نبسطوا الجوانب بحال كنلصقوهم مع بعضياتهم باش ما حتى وحده ما تهرب على اختها. صافي كنبقاو نسرحوا بحال هذا الشكل هذا حتى كنحصلوا على العجينه رقيقه. كما قلت لكم ماشي بالضروره انها تكون العجينه تكون شفافه، غير تكون رقيقه وصافي. كنكرروا كندردروا النشا وكنطويو بحال كنطويو البسمن او الرغيفات وكنخليوهم يرتاحوا. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنساليو كلشي وغادي نتلاقاو نشوفوا باقي المراحل. هنا من بعد ما سالينا كنخليوهم يرتاحوا لمده 10 حتى ل 15 دقائق. من بعد ما فات هذه المده كنهزوا الرغيفه ديالنا او العجينه ديالنا كنبقاو نسرحوهم بحال هذا الشكل هكذا اللي غادي يخرج لنا يا اما مربع يا اما مستطيل. مهم احنا وكيفاش سرحناهم. صافي كنبقاو نستمروا بهذه الطريقه حتى كنسرحوهم مزيان مزيان.
ودائما غير كنشوفوا العجينه ديالنا كتبغي تلصق او شي حاجه كندردروا عليها النشا او المايزينا باش تسهل علينا العمليه. بعد ما حصلنا على هاد السمك هذا كما كتلاحظوا معايا، دابا غادي ناخدو شويه ديال الماء وبهكذا بالطرف ديال الصبع ديالنا كنبقاو ندوزو على دوك الاطراف. الغرض ديالنا من هاد العمليه باش تلصق لينا العجينه في الجوانب. المهم تقدروا ديروا الماء او تقدروا ديروا ماء الزهر. بعد ما كنلويو اللويه عفوا كنبقاو نضغطوا عليها باش تلصق لينا، وكنبقاو نلويو هكذا ما نزيروش العجينه بحال كما كتلاحظوا بحال نلويها على شكل مستطيل يعني ماشي رولي، وما كنزيرش باش منين تقلى لينا وتنتفخ تلقى فين غادي تنتفخ وتحل. صافي دوك الجوانب الاخيرين نركزوا عليهم اننا نضغطوا عليهم مزيان باش يتبلعوا باش ما يتحلوش لينا في الزيت. كنستمروا بنفس الطريقه مع جميع العجينه المتبقيه. من بعد ما شكلنا الرولوز ديالنا دابا غادي ندوزو نقطعوهم بهذا الشكل المائل بالمقص او بالسكين، المهم بحال الشكل كنقطعوا لسان الطير. صافي كنخليوهم هكذا في الصينيه وكندردروا عليهم شويه ديال النشا، وكنستمروا كنقطعوا هكذا بالشكل المائل جميع العجينه ديالنا. وهنايا عندي الزيت سخون بزاف. صافي وهي بحال كطلع في الزيت غادي نقصوا لها على نار مهيله يعني نار متوسطه عفوا، وحنايا يعني كنحركوا فيها باش تحلينا بحال هذا الشكل هذا اللي كيجي الشكل ديالها زوين بزاف. كما قلت لكم كيجيو مورقين من الداخل وشاربين العسل. المهم هادوك افكار بمناسبه شهر رمضان من معسلات رمضان. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتشاركوني التطبيقات ديالكم عبر الانستغرام فاطمه سراج، وما تنسونيش باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه. وشكرا الناس الجداد، وإلا عجبت لكم الوصفه ما تنسونيش باللايكات والتعاليق ديالكم وتشاركوا القناه مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. وكان نقول لكم من هذا المنبر شكرا لكم بزاف على الكلام ديالكم الزوين اللي كتخليو لي دائما في التعليق، الحمد لله. وشكرا على التطبيقات ديالكم والثقه ديالكم في الوصفات ديالي. نتمنى ان شاء الله تلقاكم في وصفه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله.